عايز اقول لكم نقطة بس صغيرة ويا ريت تستحملوها مني. انا مش هحاسب المدربين الموجودين الاجانب بالذات في مصر على فشل انا ان انا مش عارف انظم او ارتب او اعمل بطولة منظمة. دلوقتي الدوري المصري بطولة ما هياش منظمة، في تلاحم مواسم رهيب وجدول مش معروف ولا بيبقى منظم مع افريقيا ولا اي حاجة. فانت هتلوم المديرين الفنيين سواء حتى بالذات لو اجانب على ايه؟ يعني واحد زي فريرا او واحد زي كولر، والكلام لجماهير النادي الاهلي وجماهير نادي الزمالك. دلوقتي انت عايز تهاجم فريرا او تهاجم كولر. انا عايزك تقول لي فريرا وكولر لو عايزين يبتكروا اساليب لعب مختلفه، او الراجل عايز يعمل تشكيله او الى غيره، هيجرب امتى؟ هيجرب امتى من التلاحم المواسم اللي موجود ده؟ الناس ده احنا بنصحى من الدوري ده ندخل في الدوري اللي بعده، ده احنا الكاسات مش عارفين احنا بنلعب كاس سنه كام اصلا. فانت بتلوم الناس على ايه؟ وهيجرب فين غير في الدوري؟ ما هو الدوري رايح جاي والاهلي لسه هيخسر نقط والزمالك لسه هيخسر نقط، لكن لو حصل في بطوله افريقيا انت هتعمل ايه؟ فهم كمديرين